الله ونعم الوكيل. تفويض الأمر إلى الله، التوكل عليه، الثقة بوعده، الرضا بصنيعه، حسن الظن به، انتظار الفرج منه، من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه، يجد الرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله عليه بردا وسلاما. ولما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا يقاوم الملمات ولا ينازل الخطوب، لأنه خلق ضعيفا عاجزا، ولكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه يجد النصر والتأييد والفتح والإعانة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذو القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من النكبات، واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فناد حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا خفت من عدو أو رعبت من ظالم أو فزعت من خط فاهتف حسبنا الله ونعم الوكيل. مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية، وأرغم الأنف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاة. مد يديك، ارفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، ألح عليه، الزم بابه، انتظر لطفه، ترقب فتحه، وكفى بربك هاديا ونصيرا.